فضيحة هديل عبد الرزاق. وشو اللي صار معها؟ كل شيء رح نعرفه بهذا الفيديو. وشو حكت بعد ما انتشر الفيديو؟ كل هالشيء رح نشوفه بهذا الفيديو. استمتع. عشان خاطر ربنا اي حد بيشعر الفيديو خاصين من قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت، بيتي اتخرب. كفايه فضايح عشان خاطر ربنا. وجيت وشات انا مش هعرف حتى اطلع ان انا اقدر اظهر تاني على السوشيال ميديا، ولا هتشوفوني تاني في اي حته. انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغضب ربنا. اي حد بيشوف الفيديو او بيشيره تقول لا، انت عندك اخت وعندك اخت، عندك ام، عندك زوجه. انا اتفاجئت زيكم بالفيديو المنتشر اليومين دول باسمي وفضيحه هديل عبد الرازق وهكذا. انا مش طالعه انكر واقول ان انا اللي مش في الفيديو، اوكي؟ الفيديو بتاعي، بس اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم وحياة لا اله الا الله، انا ما اعرف هو انتشر ازاي، ولا اعرف ده حصل، اللي حصل ده ازاي. انا اصلا لحد وقتنا هذا وانا قاعده بكلمكم وطالعه لايف، انا موبايلي اللي انا كنت بطلع منه لايفات متحرص في القضيه اللي انا كنت فيها، لسه حرز في النيابه. الفيديو ده انا ما اعرفش هو انتشر ازاي وليه، تمام؟ الشخص اللي كان معايا في الفيديو ده مش زي ما الناس بتقول في الكومنتات الولد اللي انا كنت بطلع معاه في الفيديوهات، ولا الولد اللي انا كنت بصور معاه ترندات، ولا الكلام ده خالص. اقسم بالله العظيم انا ما بني ادمه مش كويسه، ولا بني ادمه تربيتي واخلاقي مش كويسه زي ما الناس بتقول، ولا الكلام ده خالص. انا بس طالعه ابرر حاجه واحده، انا كمان مش طالعه ابرر موقفي، بس انا طالعه احاول انقذ اللي باقي من كرامتي وسيرتي وسيره اهلي، لان هم ما لهمش ذنب في اي حاجه. انا الشخص اللي كان معايا في الفيديو كان جوزي على سنه الله ورسوله، بشرع ربنا وحلال ربنا. ادي قسيمه الجواز، تمام؟ في 2021 احنا اتجوزنا في 2021، وانا ما اعلنتش على السوشيال ميديا ان انا اتجوزت علشان خاطر انا ما كنتش حابه حد يدخل في حياتي الشخصيه، ما كنتش حابه اعرض حياتي الزوجيه زي ما حصل قبل كده واكرر اخطائي. ما حصلش بيني وبينه نصيب. ادي قسيمه الطلاق، اشهار طلاق، تمام؟ اتطلقت منه من سنه بالظبط. والفيديو ده انا ما اعرفش عنه اي حاجه لحد ما شفته اليومين دول بعد الموقف والمشكله اللي حصلت لي واتشاير، ماشي؟ بالنسبه للناس اللي بتقول ان هو الولد اللي كان بيطلع معايا، فانا بس حابه اوريكم حاجه. ادي صورتي، بس انا طبعا مش هقدر اعرض وشه، صورتي انا وهو، وادي الحظاظه اللي في الفيديو في ايده اهي. ده كان جوزي. انا لو واحده مش كويسه عادي ممكن اجاري ناس كتير قوي، واجاري عروض كتير قوي وسكك كتير قوي بتتعرض عليا. انا عمري ما مشيت في حاجه غلط، وعمري ما مشيت في حاجه حرام، وعمري ما عملت اي حاجه تغضب ربنا. انا بتجوز على سنه الله ورسوله. انا حتى ما بصاحبش علاقات عاديه، حتى ان انا اصاحب او ارتبط كده وخلاص ما بتحصلش. انا بتجوز على سنه الله ورسوله، وده كان جوزي. فبعد اذنكم لو سمحتوا اللايف ده يتشير، ومن فضلكم بعد اذنكم اي حد بيشوف الفيديو او بيشيره تقول لا، انت عندك اخت وعندك اخت، عندك ام، عندك زوجه. عشان خاطر ربنا اي حد بيشير الفيديو خاصين من قدام ربنا يوم القيامه، لان انا اهلي اتدمروا وحياتي اتدمرت. انا بعد الجوازه اللي انا اتطلقت منها دي بتاع صاحب انا دلوقتي متجوزه، انا اتجوزت ست متجوزه، هتطلق او اتطلقت، بيتي اتخرب. انا بعد ما خرجت من مشكلتي اللي انا كنت فيها انا اتجوزت، بس انا ما كنتش عايزه برضه اعلن. فانا حاليا حياتي باظت، حياتي اتدمرت، فكما تدان. بعد اذنكم يا جماعه من فضلكم الفيديو على قد ما تقدروا امنعوا انتشاره، وكفايه فضايح، كفايه فضايح ليا والاهل، عشان انا عندي ناس ملهاش ذنب في اخطائي او في اي حاجه او في اي غفله انا كنت فيها. فانا بعد اذنكم كل اللي هقوله لكم استروا ما ترون وما تسمعون.
عن عورات الآخرين ليستر الله عوراتكم يوم القيامة وفي الدنيا وفي الآخرة. اعملوا حساب لأهاليكم، لستاتكم وأهاليكم. حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرب الفيديو ده من تليفوني ولا اتسرب بالطريقة البشعة دي. شكرا اللي انتوا سمعتوني، وبجد كفاية فضايح عشان خاطر ربنا. انا مش هعرف حتى اطلع ان انا اقدر اظهر تاني على السوشيال ميديا، ولا هتشوفوني تاني في اي حته. كفايه ترندات على اسمي، كفايه ناس تطلع تشهر بيا وتتكلم وتتريق، وكفايه فضايح. ولو سمحتوا لازم الناس كلها تعرف ان انا مش واحده كنت بزني ولا كنت بعمل حاجه حرام، فارحموا ترحموا. ولو سمحتوا شيروا اللايف ده عشان الناس تعرف الحقيقه، وان الراجل ده كان جوزي على سنه الله ورسوله.